السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب بنوك الاسئله. احنا كنا وصلنا للفصل الثالث، والحصول على الكتاب بتتواصل من خلال التليجرام على 012 2 75 33 781. السؤال الاول: تم استخدام مغناطيس لتوليد قوى دفع كهربيه في 3 ملفات كم بالشكل؟ فإن الاختيار المناسب لقوى الدفع المتولدة، علما بأن المغناطيس والملفان بيتحركان. طيب احنا دلوقتي بنقول هيتولد في الملف ده تيار مستحث من غير مصدر نتيجة تقريب المغناطيس منه، فالملف بيقطع، فأهم حاجة يقطع مجال متغير. الاي ام اف اللي هتتولد فيه عبارة عن سالب ان اي في البي على الدلتا تي. تمام، ونعتبرها ادي الدلتا اهي، دلتا اي بي على الدلتا تي. طيب ايه هنا اللي هيزود الاي ام اف؟ واضح ان مكتوب السرعة دي عن طريق الزمن. كل ما كان الزمن صغير كل ما كانت السرعة كبيرة، كل ما كانت الام اف كبيرة. وكمان العدد مؤثر، فممكن ان احنا نبص كده على الشكل ايه، نتخم احنا في عدد اللفات، فنقول هنا ام اف اكبر، نتفاجئ بان السرعة النسبية هنا بصفر. يعني الاتنين بيتحركوا في نفس الاتجاه بنفس السرعة، دي حالة مش يتولد فيها في الملف ام اف. يبقى امتى الحالة اللي ما بتولدش فيها الام اف المستحثة في الملف؟ لو كان كل من الملف او المغناطيس ساكنين، او الاتنين بيتحركوا بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه. طيب نروح للشكل بي، هنلاقي ده بيتحرك بسرعة يمته، والتاني بيتحرك بسرعة يمة الآخر. يعني الاتنين بيتحركوا في اتجاهين مختلفين بنفس السرعة، فتبقى السرعة النسبية ليهم هنا كده 2 في، هنجمعهم. طب هنا في نفس الاتجاه بس مش بنفس السرعة، فلما نيجي نطرح مش هيبقى صفر، هيبقى 3 في. وبالتالي مين اللي معاه السرعة أكبر؟ اللي معاه سرعة أكبر سي وبعدين بي. يبقى الام اف اللي هتتولد في سي أكبر من بي أكبر من ايه؟ فين بقى؟ سي أكبر من بي أكبر من ايه، يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده: امتى تتولد قوى دفع مستحثة عكسية في الملف الثانوي بالحث المتبادل؟ عكسية بتحدث أثناء الزيادة. أي حاجة تنتج عنها زيادة مجال هنوافق عليها. إبعاد الملف ده كده نقصان في المجال، مش هنختارها. غلق الدايرة يعني زيادة التيار، زيادة المجال، ويبقى تنشأ الام اف المستحثة العكسية، يبقى ب صح. فتح الدايرة يعني انهيار التيار وانهيار المجال، مش هتنفع، دي تكون الطردية مش العكسية. زيادة قيمة المقاومة يعني نقصان التيار يعني نقصان المجال، برضو دي مش هتنفع، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون ب. اللي بعده: عند تحريك المغناطيس في الاتجاه المحدد زاد توهج المصباح لحظيا، فإن القطب إيه هيمثل إيه؟ ده سؤال حلو ده. طيب إحنا بنقول إيه بقى؟ يعني إيه زاد التوهج؟ ده معناه إن تيار البطارية اتفق مع التيار المستحث. طيب تيار البطارية بيخرج من القطب الموجب لأسفل، وده معناه إن التيار المستحث كمان هيكون لأسفل، والدليل إن المصباح ازداد في التوهج. التيار لأسفل بقاعدة اليد اليمنى، ده معناها إن ده قطب شمالي وده قطب جنوبي. وأدام المغناطيس هنا بيقرب، يبقى الملف دون، يبقى إحنا بنقول إيه بقى؟ أدام حصل زيادة، يبقى دون معناه إن في السؤال ده فيه فكرة حلوة من كتاب بنوك الأسئلة الامتحانية. تعالى كده نشوف السؤال بيقول إيه. عند تحريك المغناطيس في الاتجاه المحدد زاد توهج المصباح لحظيا، فإن القطب إيه؟ ده قطب يعني شمالي ولا جنوبي؟ وكمان بيسأل عند القطب المتكون عند بي. حاول إنك توقف الفيديو وتشوف هتعرف توصل الإجابة ولا لأ، لأن هو عامل لك السؤال ده بطريقة شوية مختلفة عن الأسئلة اللي أنت متعود عليها. طيب تعالوا نبدأ نحل. يعني إيه كلمة زاد توهج المصباح؟ ده معناه إن في تيار في البطارية أهو، وكمان التيار المستحث اللي هيجي في الدايرة دي هيكون اتجاهه مع التيار الأصلي، وده السبب في زيادة توهج المصباح. ولو ده حصل وكان التيار لأسفل، ده معناه إن الأقطاب اللي هنا إن هنا قطب شمالي والقطب اللي هنا جنوبي. طيب يبقى أنا فهمت الأقطاب اللي هنا، ناقص أعرف المغناطيس ده بقى. المغناطيس ده بيقرب، وأدام المغناطيس بيقرب أكيد القطب ده كان بيقول له ابعد، فكان بيقول له ابعد إزاي؟ فراح مكون عليه قطب مشابه ليه،
يبقى الاس دي معناها ان هو قطب مشابه للي هنا، يبقى الايه كان اس، يبقى الايه كان اس. تعالى كده نشوف الاختيارات. فإن القطب ايه قطب جنوبي. تعالى نشوف قطب جنوبي اهي واهي، قطب جنوبي والقطب المتكون عند بي جنوبي، لا قطب جنوبي والقطب المتكون عند بي شمالي، صح. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال اللي بعده، يتغير الفيض الذي يمر خلال الملف حلزوني مع الزمن كم بالرسم المقابل؟ يكون أكبر قوة دفع مستحثة في الملف خلال الثانيين، هل الثانية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ طيب أنا هتعامل إزاي؟ هو بيسأل على إيه؟ على الإي إم إف، إيه علاقتها بالمحاور؟ ما هو الإي إم إف ليها قانون، الإي إم إف عبارة عن سالب إن في دلتا فاي على دلتا تي. إيه علاقة ده بالمحاور؟ ما هو الدلتا فاي هي الصادات والدلتا تي هي السينات. قصدك ان احنا محتاجين نقسم الصادات على السينات. طب ما ده الميل. طب ونتعامل برضو ازاي؟ نجيب ميل الخطوط، والخط اللي ميله اكبر هتبقى الاي ام اف فيه اكبر. تعالى نجيب ميل الخط ده في الثانيه الاولى، الثانيه الاولى هنجيب ميل الخط ده، فعشان نجيب الميل مظبوط تعالى نفترض هنا رقم ونفترض رقم هنا مثلا 3، ونفترض هنا رقم ونفترض مثلا 6. طيب تعالى كده نقول ميل الخط ده هيبقى الميل الثانية الأولى، الاي ام اف في الثانية الأولى هتبقى عبارة عن 3 على 1 ب3. طيب الاي ام اف في الثانية التانية، في الثانية التانية هتبقى ب0 عشان مفيش تغير. طيب من التانية للتالتة، الثانية التالتة اهي، هنيجي هنا ونعمل خط كده، نحاول نخلي ده وتر في مثلث، ونشوف الضلع ده على الضلع ده، الحتة دي كام؟ ماسكة من 3 ل6، يبقى نقول اي ام اف في الثانية التالتة من 3 ل6، يعني 6 ناقص 3 ب3 على الثانية ب3. طيب الاي ام اف خلال الثانية الرابعة، الخط اهو، تعالى نعمل ايه بقى؟ ناخد نقول ايه من هنا لحد هنا، من 6 ل0، يبقى 0 ناقص 6 يبقى 6 على 1 فيها 6. قيمة أكبر حاجة ال6، وبالتالي الثانية الأخيرة اللي هي الثانية الرابعة، فيبقى الاختيار الصحيح رقم د. السؤال اللي بعده، ملف مساحته، يبقى أنت معاك المساحة عبارة عن 10 بس سنتيمتر مربع، عشان كده هتضرب في 10 أساليب 4. عدد اللفات 10، وضع في مجال، فإذا كان معدل التغير في كثافة الفيض الدلتا بي على الدلتا تي 10 أس 4، فإذا كانت مقاومة الملف الار ب20 اوم، فإن التيار المار في الملف بيساوي إيه؟ هنقول بدل الإي ام اف هنقول اي في ار بيساوي ان في ايه في دلتا بي على دلتا تي. طيب ماشي، الاي بكام؟ أو خلينا نقول أدي الاي ونودي الار، ان في ايه في دلتا بي على الدلتا تي، وادي الار جبناها هنا في المقام. طيب تعال نعوض بقى، الان بكام؟ ب10، والمساحة 10 في 10 أس سالب 4. طيب ودلتا بي على الدلتا تي على بعضها ب10 أس 4. طب والآر، الآر ب20، تقوم دي تروح مع دي والصفر مع الصفر، يبقى 10 على 2 فيها ال5، يبقى 5 أمبير، يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعده، دائرة كهربية تحتوي على ملف حاسه الذاتي ال 1/10، قوتها الدفعة الكهربية في باتري، مقاومة الدايرة 20 اوم، فإذا كانت القوة الدفعة المستحثة العظمى المتولدة هي 60 فولت، الاي ام اف العظمى ب60 فولت، فإن القيمة العظمى لمعدل نمو التيار، هنقول له الاي ام اف دي عبارة عن ال في دلتا اي على الدلتا تي. فلما اعوض عن الاي ام اف ب60 والال ب1/10، وعايزين نجيب قيمة الدلتا اي على الدلتا تي، الدلتا اي على الدلتا تي كقيمة عظمى لما تكون الاي ام اف قيمة عظمى، يبقى 60 على 1/10 ب600 أمبير لكل ثانية، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال اللي بعده، حلقتين معدنيتين متحدة المركز تقعان في نفس المستوى، وكان التيار في الدايرة الخارجية في اتجاه عقارب الساعة. يبقى احنا عندنا دايرة كده خارجية فيها تيار، يعني فيها بطارية، والتيار ده ماشي بحيث يكون هذا التيار في اتجاه عقارب الساعة يتزايد بمرور الوقت، وكان في حلقة في الداخل، فيا ترى التيار المستحث في الحلقة دي هيكون اتجاهه ايه؟
الأول هنلاقي الحلقة الكبيرة دي ماشي فيها التيار مع عقارب الساعة، فأكيد مسبب جواها مجال إكسات. فالحلقة الصغيرة دي الداخلية لقت نفسها بتقطع مجال إكسات بيزداد، فهيتولد فيها تيار مستحث بحيث تعاكس التغير، تعاكس الزيادة في الإكسات، فتحاول تخلي تيارها ينشأ بحيث يكون مجاله يعاكس الإكسات دي. إزاي؟ تخلي مجالها نقط، ولو خلت مجالها نقط هيبقى تيارها عكس عقارب الساعة، وبالتالي التيار المستحث في الحلقة الداخلية هيكون عكس عقارب الساعة، فتبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده: ملفين حلزونيين، الأول من النحاس والتاني من الألمنيوم، ليهم نفس عدد اللفات، تعرض كل منهما لنفس معدل التغير في الفيض، فالقوة الدافعة في كل منهم مين أكبر مين أصغر؟ ما تكتب القانون. مش الإي إم إف عبارة عن إن في دلتا فاي على دلتا تي؟ طيب هما ليهم نفس عدد اللفات وكل منهم ليه نفس معدل تغير الفيض، يعني دلتا فاي على دلتا تي واحدة للاتنين. طب انت مستني ايه تاني؟ ما القانون زي القانون. يبقى ايه اللي يحصل؟ يبقى الإجابة ج، يتولد بكل منهما نفس القوة الدافعة المستحثة. اللي بعده: يتوهج مصباح متصل بدائرة مش عارفة ايه فقط بملف لولبي لحظة تقريب ملف يحمل تيار كهربي مستمر بسبب تولد ايه؟ يعني في ملف بيقرب من ملف، فهيتولد ادام تقريب ام اف مستحثة عكسية، وادام في ملفين يبقى مستحثة عكسية بالحث المتبادل، يبقى نقول مستحثة عكسية بالحث المتبادل، يبقى الاختيار هيكون ج. سؤال رقم 10: يعمل الحث الذاتي على ايه؟ والحث الذاتي بيخلي النمو يبقى ياخد وقت في النمو وياخد وقت في الانهيار، يعني بطء نمو التيار وبطء انهياره، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون رقم د. تعال نشوف هنتعامل مع السؤال ده ازاي. يتغير التيار المار في ملف حث مع الزمن كما بالشكل المقابل. أي من الأشكال الآتية يبين العلاقة بين الإي إم إف المستحثة في الملف مع الزمن. طيب هو الرسمة البياني اللي معايا المعطى بين التيار والزمن، لكني عايزنا اختار ما بين رسم تاني بين الاي ام اف والزمن، على العلم ان الاي ام اف عشان اوصل لها لازم يبقى معايا دلتا اي على الدلتا تي، يعني الدلتا اي دي صادات والدلتا تي فرق سينات، يعني الميل. طيب وانا اتعامل ازاي في حالة الميل؟ لازم تكون عارف تجيب ميل الخطوط اللي قدامك. بمعنى ايه؟ ان انت لو عندك خط بيصنع زاوية حادة مع السينات وعايز تعرف ميله او عايز تحوله للميل او عايز ترسم ميل الخط ده، فميله هيبقى قيمة ثابتة في الموجب. طيب وعشان سالب لينز هيخليه لو ده صفر قيمة ثابتة في السالب، ولو كان هذا الخط بيصنع زاوية منفرجة مع السينات ميله هيبقى قيمة ثابتة في السالب، وعشان سالب لينز هنخليه قيمة ثابتة في الموجب. أما الخط اللي بيوازي محور السينات فميله بصفر. طب تعالى كده هنلاقي الخط ده بيصنع زاوية حادة والخط ده بيصنع زاوية منفرجة، فلما نيجي نجيب الميل ده هنقول قيمة ثابتة في الموجب، بس سالب لينز هيخليها قيمة ثابتة في السالب، اهي قيمة ثابتة في السالب. وبعدين الخط ده بيصنع زاوية منفرجة مع السينات فميله قيمة ثابتة في السالب، لكن سالب لينز هيخليه قيمة ثابتة في الموجب، يبقى هو ده الرسم الصحيح لاختيار ج. السؤال اللي بعده: في شكل مقابل إذا كانت مقاومة الحلقة 1/10 أوم، يبقى الآر عبارة عن 1/10 أوم، فإن تغير الفيض أو إذا تغير الفيض على الحلقة من يبقى فاي ام 1 كانت عبارة عن 1/100، وفاي ام 2 عبارة عن 4/1000 خلال معاك زمن دلتا تي 3/10 ثانية، فإن مقدار واتجاه التيار المستحث في الحلقة عند النظر إليه من أعلى. طيب انت دلوقتي هتبعد المغناطيس ده، فالحلقة دي تبع قاعدة لينز هتقوله لا ما تبعدش قرب، فتشده ازاي؟ تخلي الوجه المقابل للمغناطيس القريب منه قطب مخالف اس عشان تجذبه وتقربه، ولو ده كان اس في قاعدة اسمها قاعدة عقارب الساعة، إذا كان هذا الوجه جنوبيا فإن تياره سوف يكون مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة اهي ومع عقارب الساعة. طيب تعالوا نشوف بقى قيمة التيار. احنا هنقول الاي ام اف دي عبارة عن اي في ار بيساوي ان في دلتا فاي على الدلتا تي، عشان نجيب الاي في طرف هنجيب الار هنا،
يعني ان في دلتا فاي على الار في الدلتا تي. ولما نيجي بقى نعوض عن ان هنعوض بواحد لانها حلقة، يبقى الدلتا فاي عبارة عن فاي ام 2 ناقص فاي ام 1. لو انت حتى ارتبطت بالسالب مفيش مشاكل، هتقول كده سالب الحالة هتجيب الأول الحالة التانية اللي هي 4/1000 ناقص 1/100، ادي فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 على الار. الار عندك قيمتها ب1/10 في الدلتا تي ب3/10، هيطلع الناتج ب2/10 أمبير. 2/10 مع عقارب الساعة هيبقى الاختيار الصحيح ألف. السؤال اللي بعده حلقتين معدنيتين يتألف كل منهما من لفة واحدة، يبقى الإن واحد هنا الإن زي بعض. قطر الحلقة الأولى ضعف قطر الحلقة الثانية، مستواهم متعامدين على اتجاه مجال مغناطيسي الزاوية واحدة فيهم الاثنين. فإذا كان معدل الزمني للتغير في الفيض المؤثر على كل منهما متساوي، فتكون النسبة بين الإم إف المستحثة ليهم كنسبة إيه؟ الإي إم إف عبارة عن إن في دلتا فاي على الدلتا تي. إذا كانت الإن واحدة، هما ده حلقة وده حلقة، يعني الإن هنا بواحد وهنا بواحد، والتغير المعدل الزمن للتغير في الفيض واحد، أنا يهمني إيه تاني؟ إذا كان ده واحد وده كمان عندهم هو، فلما أجي أعمل نسبة هتطلع 1:1، يبقى الاختيار هيكون ب. السؤال اللي بعده إذا تحرك المغناطيس في الاتجاه الموضح بالرسم، فإن نوع الأقطاب المتكونة تكون إيه؟ عند الA والB. ده بيبعد عنه، ده المغناطيس ده بيبعد، فالملف ده هيقول له قرب، فيحاول يشده يقربه ناحيته، فيكون هنا قطب مخالف عشان ينجذب للجنوبي ويشده. وفي نفس الوقت ده بيقرب من الملف التاني، فالملف ده عايز يقول له ابعد، فيكون على القطب القريب قطب مشابه عشان يتنافر معاه ويبعده، فأصبح ال A وال B شمالي شمالي، يعني الاختيار هيكون ألف. السؤال اللي بعده عندما يزيد التيار من خلال ملف لولبي بمعدل ثابت، يعني دلتا I على دلتا T ثابتة، فإن التيار المستحث هيبقى ثابت، بس هيبقى عكس الاتجاه لأن في زيادة، هيبقى عكس اتجاه التيار المؤثر، يبقى الإجابة ب. السؤال اللي جاي ده من الأسئلة المهمة اللي لو أنت حلتها يبقى أنت فاهم كويس. بيقولك ملفين دائريين متحدة المركز مستواهم واحد، مساحة الملف إكس، يبقى أنت عندك ملفين، واحد إكس وواحد واي، بس اللي بيمر فيه تيار هو واي، اللي ممكن يجيب مجال هو واي، واللي ممكن يقطع المجال هو إكس، واللي هيتولد فيه تيار مستحث هو إكس. طيب تعال نكمل بقى البيانات. يبقى أنا عندي ملف إكس وملف واي، ملفين دائريين متحدة المركز مستواهم واحد، مساحة الملف إكس عبارة عن 2 سنتيمتر مربع، فنضرب في 10⁻4، ويتكون من 10 لفات، عدد اللفات 10. والملف واي نصف القطر باي سنتي، يعني باي في 10⁻2، يتكون من 100 لفة، ادي 100، ويمر به تيار 2 أمبير، اي 2 أمبير. فإذا تغير شدة التيار ل6، يبقى دي اي 1، يبقى اي 2 ب6، يبقى الدلتا اي 6 ناقص 2 4 أمبير، وكده التيار اتغير بالزيادة، الزيادة يعني في زيادة في المجال. طيب ماشي، يبقى دي كلها معلومات من الجملة دي. خلال 1/10 ثانية، دلتا تي ب1/10 ثانية، فعايز التيار والقوة الدافعة المستحثة المتولدة في الملف واتجاهها، عايز اتجاه التيار والقوة الدافعة. اتجاه التيار لما يكون الملف ده اللي هو الخارجي بيمر فيه تيار هيكون مجاله اكسات، وعشان تياره بيزيد من 2 ل6، فمجاله الناتج عنه بيزيد الاكسات، فالملف ده لقى نفسه بيقطع مجال متزايد، فقرر انه ينقص المجال المتزايد ده ازاي؟ يخلي مجاله مخالف، بدل اكس يخليها نقطة، فيكون تياره عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة اهي وعكس عقارب الساعة. المهم بقى اللي هيفصل دي ولا دي تحديد قيمة الام اف. الام اف اللي هتتولد في الملف اكس هتبقى عبارة عن ان اكس في مساحة اكس، لكن مجال مش مجال اكس، التغير في المجال اللي حاصل في الواي دلتا بي واي على الدلتا تي. وبالتالي لما نيجي نعوض، عايزين الان بتاعت ملف اكس اللي هي 10، ومساحة اكس اللي هي 2 في 10⁻⁴ والزمن اللي هو 1/10،
مين اللي باقي لك بقى؟ التغير في المجال. التغير في المجال مين اللي عنده مجال؟ اللي عنده تيار اللي هو الملف واي. تعالى نجيب منه التغير في المجال. طيب الملف واي ده ملف دائري، في مجاله بيتحدد من ميو ان اي على ال2 ار. الميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7، وعدد اللفات عنده ب100، والتيار هناخد التغير في التيار عشان نعمل تغير في البي اللي هو 4 على ال2، والار اللي هي باي في 10 أس سالب 2 هيطلع 8 في 10 أس سالب 3. احنا مستنيين اهي، يبقى في 8 في 10 أس سالب 3 هتطلع 1.6 في 10 أس سالب 4، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال بعده ملفين لولبيين ليهم نفس الطول ونفس القطر، معامل النفاذية عدد لفات الأول ضعف عدد لفات التاني. تكون النسبة من معامل الحث الذاتي للملف الأول إلى معامل الحث الذاتي للملف التاني كام لكام؟ هو معامل الحث الذاتي عبارة عن منال ميو ان تربيع ايه على ال، ليهم نفس المعامل النفاذية والمساحة والطول، يبقى بين ال والان طردي، يعني ال واحد على ال اتنين هتساوي ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع، هتساوي ان واحد على ان اتنين ما ترجعش فاضي، 2 لواحد بس تربعها تبقى 4 لواحد، يبقى 4 لواحد، يبقى الاختيار د. السؤال اللي بعده يتولى التيار تأثيري في الملف كما في الشكل المقابل إذا كان القطب المغناطيسي مين؟ طيب تعالوا كده هنشوف الاختيارات، بس أهم حاجة التيار في الملف الأسفل، يعني ده قطب شمالي وده قطب جنوبي. وتعالوا نشوف الاختيارات. هل المغناطيس ده جنوبي؟ الكيدي جنوبي وبيتحرك مقترب؟ لو كان ده جنوبي كان ده يبقى شمالي، وكان ساعتها يبقى بيقرب بالشمالي، فالملف ده يقول له لا ما تقربش ابعد، فيكون على القطب القريب قطب مشابه عشان يتنافر معاه ويبعده. الكلام صح، يبقى ألف صح. طيب جنوبي ويتحرك مبتعد عن الملف، لو دون جنوبي هيبقى ده شمالي، ولو بيتحرك بعيد ده هيقول له ما تبعدش، هيحاول يشده ويجذبه، فلما يكون ده ان يشده باس وده مش اس ده ان، يبقى الكلام ده مش صحيح. طب شمالي ويتحرك مقترب من الملف، لو دون شمالي هيكون ده جنوبي وبيتحرك مقترب بيقرب، فده يقول له ابعد، فيكون على القطب القريب قطب مشابه اس، بس هو ما عملش كده، ده مكون ان، يبقى مفيش اختيار صحيح غير ألف. تعال نشوف المسألة دي، ولو انت فعلا فاكر طريقة الحل تبقى انت كده مستواك ممتاز. السؤال ده على الفصل الثالث بيقولك تم تمثيل علاقة بين معدل نمو التيار وشدة التيار في دايرة كام بالشكل، فعايز معامل الحث الذاتي. دايما لما يكون عندنا رسم بياني بنحاول نجيب الميل ونشوف ايه علاقته بالمطلوب، هل الميل ممكن يوصلنا لمعامل الحث الذاتي ولا لا. فعشان نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي عشان نعرف الميل، هنقول ان احنا عندنا بنستخدم في الدايره دي قانون اوم للدوائر المغلقه، ان الاي بتساوي الفي باتري، وفي ام اف عكسيه في الملف لحظه النمو، فبنجيب سيرتها الام اف العكسيه على الار المقاومه اللي في الدايره دي، قانون اوم في ناقص في على الار. هنضرب طرفين في وسطين، يبقى الاي في الار هتساوي في باتري ناقص في عكسيه. هنجيب الفي العكسيه هنا هي بالسالب تبقى بالموجب، في عكسيه هتساوي في باتري ناقص اي في ار. عايزين نظهر الدلتا اي على الدلتا تي والال، هنفك الفي عكسيه هتبقى ال في دلتا اي على الدلتا تي بتساوي في باتري ناقص اي في ار. عايزين نبدا المعادله بدلتا اي على الدلتا تي زي ما مكتوب على الصادات، فنقسم دي على ال ونقسم دي على ال ونقسم دي على ال، بنوزع في حاله الطرح، فيبقى دلتا اي على دلتا تي هتساوي في باتري على ال ناقص اي ار على ال. كده اقدر اعرف الميل ادام خليت على الصادات قبل يساوي. هنبدا نشطب على الصادات اللي هي دلتا اي على دلتا تي، ونشطب على السينات اللي هي الاي، معامل السينات هو الميل، ما تبقى في السينات هو الميل، يبقى انت عندك الميل عباره عن سالب ار على ال. ايه علاقته بالمطلوب؟ المطلوب ال. طب تعالى نجيب الميل. الميل هنا هيطلع بالسالب لان الخط بيصنع زاويه منفرجه مع السينات، فهتقول 0 ناقص 10 على 4 هيبقى سالب 10 على 4 بيساوي سالب الار عندك على الرسم ب5، والال هي المجهول الوحيد. هنطير دي مع دي ونقول ال بتساوي 4 في 5 على 10، 4 في 5 ب20 على 10 فيها 2 هنري، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال اللي بعده يوضح التمثيل البياني التالي العلاقة بين معدل تغير شدة التيار في الملف
والقوة الدافعة الكهربية المستحثة في ملف آخر EMF2. ما الحث المتبادل بين هذين الملفين؟ انت عندك ال EMF2 بتساوي M في دلتا I على دلتا T. اشطب على الصادات اللي هي EMF2، اشطب على السينات اللي هي دلتا I على دلتا T. الميل هو الام اللي انت بتدور عليها، فهنجيب الميل، هناخد نقطة على النقطة اللي قصادها. ممكن ناخد أول نقطة على أول نقطة، 1/10 4/10 بربع، ربع يعني 25%، فتبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده ملف عدد لفاته، يبقى معاك عدد اللفات 1000 لفة. مساحة اللفة الواحدة، المساحة 1/100. مساحة اللفة هي مساحة الملف 1/100، لأن احنا بناخد مساحة وجهه. وضع عموديا على مجال مغناطيسي تتغير كثافة الفيض مع الزمن حسب الشكل المقابل، فإن متوسط القوة الدافعة المستحثة في الفترة A. طيب هنقول ال EMF المستحثة عبارة عن سالب N في A في الدلتا B على الدلتا T. ماشي، ادي السالب، والN ب1000 والA ب1/100. التغير في الB هنجيبه من خلال المرحلة A زي ما هو قال. دلتا B على دلتا T ده ميل الخط اللي في المرحلة A. هنجيب ميل الخط ازاي وهو مش بادئ من نقطة الأصل؟ هنحاول نخلي الخط اللي احنا عايزين نجيب ميله وتر في مثلث قائم، أو أصبح وتر في مثلث قائم. تجيب لي بقى الضلع ده على الضلع ده ماسك من فين لفين؟ من 1/10 ل6/10. يبقى تقول لي كده 6/10، أنا بجيب الميل 6/10 ناقص 1/10 على، والحتة دي ماسكة من فين لفين؟ من 0 ل2، يبقى 2 ناقص 0 يعني 2. تحسبها بالآلة الحاسبة وتضرب هنا، هتلاقي الناتج يطلع بالسالب، -2.5، يعني الاختيار ألف. ومن غير حتى ما تحسبها بالآلة الحاسبة السالب، انت طبعا هتكتب كل حاجة والآلة الحاسبة هتحدد لك سالب ولا موجب ادام هتكتب سالب لينز. بس يكفي انك تعرف ان ادام في زيادة في المجال يبقى لازم الناتج يطلع بالسالب. يبقى عشان العكسية بتيجي في زيادات. طيب يبقى كده الإجابة هتكون رقم ألف. السؤال اللي بعده ما سبب صنع مقاومات أمية من أسلاك مزدوجة مجدولة؟ أسلاك مزدوجة يعني هتلفها لف مزدوج، وده معناه إن يخليها عديمة المجال وعديمة الحث الذاتي. فعشان نتفادى الحث الذاتي فيبقى الاختيار هيكون ألف. وبيكون المجال الناشئ عن مرور تيار فرع بيلاشي المجال الناشئ عن مرور تيار فرع آخر، فبالتالي هنا هتنعدم مجالها، فلما تيجي تقطع مش هتلاقي المجال الذي يقطع، فتصبح عديمة الحث الذاتي. السؤال اللي بعده زيادة معامل الحث الذاتي الملفي قد يكون بسبب ايه؟ مش هبص على الاختيارات، انا هكتب قانون. معامل الحث الذاتي ايه اللي بيساوي منال ميو ان تربيع ايه على ال، اللي يزوده زيادة البسط ونقصان المقام. نقصان عدد اللفات في البسط، لا عشان لو نقصت ال تنقص، لا احنا عايزين نزودها، ده كده اجراء خاطئ. زيادة متوسط القوة ومعدل التغير لا تتوقف عليهم معامل الحث الذاتي. هتقول لي ال EMF بتساوي ال في دلتا اي على الدلتا تي، اذا ال عباره عن EMF على الدلتا اي على الدلتا تي. القانون ده تحل بيه مسائل، القانون ده تجيب منه وحدات، لكن القانون ده ما تجيبش منه عوامل، لا ال EMF ولا التغير في التيار يأثروا في معامل الحث الذاتي. اللي يأثر في معامل الحث الذاتي اللي احنا كاتبينه ده، وبالتالي دول عوامل غير مؤثره. فوضع قلب ايوه هيزود الميو ويزود ال، يبقى الاجراء ده الاجراء صحيح. ملفين متصلين على التوالي، ادي ملف وادي ملف. خدت قبل كده التوصيل على التوالي؟ ايوه في الفصل الرابع بنوصل الملفات على التوالي عادي. لكل منهما ال معامل الحث الذاتي ال وده ال. وضع متجاورين على امتداد محوريهما بحيث يكون اتجاه لفات الاول عكس لفات الثاني، فالحث الذاتي لهما الكلي مع اهمال الحث المتبادل بينهم. واحنا كنا بنجيب ال توتال ازاي؟ مش كنا بنجمع ال دي زائد ال دي تبقى 2 ال؟ كنا بنفكر او بندور على طريقه اللف، ما كانش طريقه اللف ليها علاقه بتحصيل ال توتال، فبالتالي هنجاوب هنا ونقول ال توتال هتبقى 2 ال، يبقى الاختيار ده. السؤال اللي بعده فيه الشكل المقابل عندما يتم الضغط على الحلقه لتصغير مساحتها، فإن القطب المتكون فيها والموجه المغناطيسي ايه؟ تعالوا نترجم اي حاجه تحصل لمغناطيس بيقرب ولا بيبعد. اولا المغناطيس ده ليه مجال، المجال ده بتقطعه الحلقه، فلما الحلقه دي مساحتها تقل يبقى المجال اللي جواها بيقل، يعني كأن ده هو المغناطيس بيبعد. ادام في نقصان في المجال يبقى كأنه بيبعد، في زياده في المجال كأنه بيقرب. ادام بيبعد تقوم الحلقه تقول له ايه؟ لا ما تبعدش، قرب، فتحاول تشده وتجذبه، فتخلي الوجه المقابل ليه وجه مخالف
عشان تتجاذب معاه، يبقى ده ايه؟ اس. يبقى الوجه المقابل للمغناطيس هيكون قطب ايه؟ جنوبي، يتكون قطب جنوبي، يبقى رقم ب. السؤال اللي بعده: سلك مستقيم يمر به تيار كهربي وحلقة معدنية في المستوى الرأسي، ايه من الإجراءات الآتية يستحث تيار في الحلقة يمر في اتجاه عكس دوران عقارب الساعة؟ يعني هنا في تيار مستحث عكس عقارب الساعة، جه بسبب ايه؟ الأول تعالوا نشوف هي الحلقة دي عشان اتولد فيها تيار مستحث، هل هي قطعت مجال؟ أيوه. فين هو المجال اللي هي قطعته؟ مجال السلك اللي هو عبارة عن ايه؟ إكسات. طيب هي قطعت مجال إكسات، ومرور التيار فيها بالشكل ده يدل على ان مجالها، مجال الحلقة نفسه هيكون نقطة. ايه اللي يخلي الحلقة تعمل مجال مخالف للمجال اللي هي فيه؟ اكيد المجال اللي كانت فيه بيزيد، وبيزيد يبقى ده معناه يا الحلقة بتقرب يا السلك بيقرب. هل تقريب الحلقة من السلك ده صح؟ هل ابعاد الحلقة عن السلك ده غلط؟ انقاذ شدة التيار، انقاذ شدة التيار كأنه ابعاد الحلقة، فالاتنين دول بنفس المعنى. تحريك الحلقة في اتجاه موازي للسلك، مستحيل ان يكون اتجاه الحركة موازي للسلك وينشأ تغير او قطع متغير، يبقى ده مستبعد تماما، يبقى الاجابة هتكون ألف. يرجع بطء نمو التيار في ملف الحث الى ايه؟ بطء النمو نتيجة تولد الإيماء في المستحثة العكسية والتيار العكسي. تولد تيارات مستحثة طردية، لا، طردية دي تجعل انهيار التيار بطيء، لكن انا بتكلم على النمو يبقى عكسية. تولد تيار مستحث عكسي صح. تغير المقاومة الأمية ملهاش علاقة، تغيرها وانا عرفت المقاومة اتغيرت بالزيادة ولا بالنقصان، يبقى احنا هنقول هنا ايه؟ تولد. وبعدين احنا بنتكلم على الطردية تاني ليه؟ احنا بنقول ان احنا عايزين تيار عكسي وام اف مستحثة عكسية، فيبقى الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. سؤال 28: إذا زاد معدل تغير شدة التيار في الملف الأول إلى الضعف فإن معامل الحث المتبادل بين الملفين يحصل له إيه؟ طيب الام اف 2 عبارة عن سالب ام في دلتا اي على دلتا تي. وجود الحث المتبادل في قانون في ام اف ودلتا اي على دلتا تي يعطي حرج لمعامل الحث المتبادل، لانه يتهم بان هذه عوامل مؤثره فيه، ولكن في الحقيقه هذه عوامل غير مؤثره، لان الام عباره عن منال ميو ان تربيع ميو ان واحد ان 2 في الاي على ال، والام لا تتوقف اطلاقا لا على الام اف ولا الدلتا اي على الدلتا تي. اذا لو زودت معدل تغير شده التيار في الملف للضعف فمعامل الحث المتبادل بين الملفين هيظل ثابت، يعني لا يتغير، يبقى الاجابه ج. السؤال اللي بعده: في تجربه فاراداي الحث الكهرومغناطيسي تزداد الام اف المستحثه في الملف عند ايه؟ بقاء المغناطيس ساكن داخل الملف، كده مفيش حركه وبالتالي لن تنشا ام اف مستحثه. زياده سرعه حركه المغناطيس بالنسبه للملف، ماشي، دي تنفع لانك بتقلل الزمن والزمن موجود في قانون فاراداي. توصيل الفالومتر مع الملف ملهاش اي علاقه. زياده المسافه بين نفات الملف، احنا بنتكلم على زياده الاي ام اف المستحثه اللي هي ممكن تنشا من قانونها الخاص ب نقول كده القانون الاي ام اف عباره عن ان في الدلتا فاي على الدلتا تي، الزمن موجود في القانون. واللي عايز يختار د على اساس زياده المسافه بين لفات الملف مؤثره في ال والال مؤثره في الام اف، يفتكر تجربه فاراداي ما كانش فيه مصدر مع الملف، اللي كان فيه بطاريه وملف بس بلا مصدر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان زياده المسافه الفاصله، ال موجوده في المقام، يعني ال بتساوي منال، فال موجوده في المقام، حتى هي لو زادت ال هتقل، والال لو قلت بتاثر على الام اف تقللها مش تزودها. يبقى دي ملحوظه بس بالنسبه للجزئيه دي. السؤال اللي جاي ده برضو سؤال فيه فكره حلوه. في الشكل ملف يمر به تيار بين مغناطيسين متماثلين في الشده، ماذا يحدث لاضاءه المصباح عند تحريك المغناطيسين المبتعدين بنفس السرعه في نفس اللحظه؟ اولا الدايره دي مضاء المصباح بالفعل عن طريق البطاريه، وتيار البطاريه ماشي بهذه الكيفيه. لو جه تيار مستحث اتجاهه مع اتجاه التيار الاصلي هتزيد الاضاءه، ولو عكس هتقل الاضاءه. فتعالى نشوف ده بيبعد، فالملف يقول له لا ما تبعدش، قرب، فيكون على القطب القريب قطب مخالف عشان يجذبه ويشده. لو هنا ان يبقى هنا اس، وبالتالي التيار هيكون لاسفل، يعني تياره مع اتجاه التيار الاصلي. طب لو جينا هنا قلنا ده بيبعد، فده يقول له لا ما تبعدش، قرب، فيحاول يشده، فيكون هنا ان عشان يجذبه هنا اس. طيب فبالتالي التيار هيكون لفوق. بالنسبة للمغناطيسين دول قد بعض في كل حاجة ومتماثلين في كل حاجة، فالتيار المستحث اللي هيجي نتيجة إبعاد ده هيساوي التيار المستحث اللي هيجي نتيجة
إبعاد ده، وبالتالي التيارين دول هيلاشوا بعضهم البعض، وتظل تيار الدايرة هو تيار البطارية فقط، وبكده إضاءة المصباح لن تتغير، فاختار به. السؤال اللي بعده: التيار المستحث المتولد في الملف بسبب تغير شدة التيار مار فيه يرجع إلى فيه، يعني الملف هو اللي قطع مجال نفسه، يبقى ده حس ذاتي، يبقى الإجابة به. السؤال اللي بعده: إذا انكمشت حلقة معدنية موجودة داخل فيض منتظم كم بشكل يمر بالحلقة تيار في اتجاه إيه؟ عشان تنكمش الحلقة يبقى ده معناه إن الإكسات اللي فيها قلت، والإكسات اللي فيها قلت يبقى تبع قاعدة لينز هي هتحاول تزودها، فينشأ فيها تيار بحيث يكون مجاله عبارة عن إكسات، فيبقى التيار مع عقارب الساعة في نفس اتجاه عقارب الساعة، فيبقى الاختيار ألف هو الاختيار الصحيح. السؤال اللي بعده: ملفين دائريين مساحة الأول ضعف مساحة التاني، يمر بكل منهما نفس العدد من خطوط الفيض في نفس الزمن، يبقى الدلتا فاي على دلتا تي واحدة، فإذا كان عدد لفات الأول بيساوي ضعف عدد لفات التاني، فعايز النسبة بين القوى الدافعة المتولدة في الملف الأول إلى القوى الدافعة المتولدة في الملف التاني. الإي إم إف 1 على الإي إم إف 2 هتبقى عبارة عن الإي إم إف دي مش عبارة عن إن في دلتا فاي على دلتا تي، طب نفس العدد في نفس الزمن واحد، يبقى مش ناقص غير عدد لفات، يبقى إن 1 على إن 2 مع عدد الخطوط الفيض اللي بتخترق المساحة عدد الفاي إم. طيب إن 1 على إن 2، إن 1 على إن 2 ترجعش فاضي، يبقى 2 ل1، يبقى النسبة هتكون رقم د. ينص قانون إيه على إن الحركة النسبية بين ملف ومجال تستحث تولد قوة دفع كهربية عبر الملف، ديا كده قاعدة فاراداي، قانون فاراداي، قانون فاراداي. طب ما نقولش لينز ليه؟ لا، ده لينز ده بيحدد اتجاه التيار في داخل الملف، يبقى هي قانون فاراداي. السؤال بعده: إذا زاد معدل تغير شدة التيار في الملف حس إلى الضعف، فمعامل الحس الذاتي ملوش دعوة، ما يتوقفش على التغير في شدة التيار فلا يتغير، يبقى الاختيار ج. السؤال اللي بعده: ثلاث ملفات متماثلة تم تعريض كل منها لفيض مغناطيسي منتظم بحيث يتعرض الأول لفيض كثافته ب في زمن t، يبقى ب على t، ماشي، ويتعرض التاني لفيض كثافته 2 b في زمن 2 t، طب ما يبقى ب على t برضه، ويتعرض التالت لفيض كثافته 3 b على 3 t، ما يبقى ب على t برضه. فإن الشكل معبر عن متوسط القوى الدافعة، طب ما الملفات متماثلة، مساحة المقطع واحدة وعدد لفات واحدة ودلتا بي على دلتا تي واحدة، يبقى الإي ام اف واحدة، فيبقى الاختيار الصحيح يبقى ج. السؤال اللي بعده: في الشكل المقابل المغناطيس وضع امتداده على امتداد محور ملف دائري موصل بجلفانومتر لاحظ انحراف المؤشر في جميع الحالات التالية ما عدا، يبقى في انحراف بسبب الاختيارات دي ما عدا واحد. تحريك المغناطيس لأسفل الملف ثابت، ده يؤدي إلى انحراف لأنه الناتج هيؤدي إلى تولد تيار. تحريك الملف الأعلى والمغناطيس ثابت برضو يولد تيار. تحريك المغناطيس الأعلى والملف ثابت، ماشي تمام. تحريك الملف والمغناطيس معا إلى أعلى وبنفس السرعة، هي دي الحالة اللي ما تولدش تيار مستحث، زيها زي ما كان الملف ساكن، اللي هو الاتنين يتحركوا بنفس السرعة بنفس الاتجاه، فبالتالي لن يتولد في الحالة دي تيار مستحث، فالاختيار اللي هو طالبه د. رقم 38: الاستفادة من التيارات الدموية في عمل ايه؟ طبعا التيارات الدموية دي بترفع درجة حرارة القلب المعدني اللي بتؤدي لانصهاره، ففي ناس حابة تستفاد من الحكاية دي انها تصهر بيه الحديد، فبتستخدم في افران الحس، فيبقى الاختيار به. السؤال اللي بعده: تغير الفيض المار خلال ملف عدد لفاته 10 أس 4، يبقى عدد لفات 10 أس 4 حسب الشكل المقابل، فإن الإم إف التأثيرية تتولد في الملف خلال مرحلة صاد عين. صاد عين ادي المرحلة اهي. طيب احنا دلوقتي عشان نجيب الإي ام اف خلال المرحلة دي محتاجين نضرب الان في الدلتا فاي على الدلتا تي، وادي سالب اهو. طيب ادي السالب والان ب10 أس 4، نجيب دلتا فاي على دلتا تي ازاي؟ ما هو الدلتا فاي دي فرق الصادات والدلتا تي فرق السينات الميل، بس ميل الخط ده بس، فانا هعتبر الخط ده كانه وتر في مثلث، واجيب فرق الصادات على فرق السينات. الحته دي ماسكه من 3 ل 4، يبقى واحد، بس مش تنسى مايكرو، يعني في 10 أس سالب 6، في 10 أس سالب 6، ماشي. والحته دي ماسكه من 2 ل 3 بس، يعني واحد، بس في 10 أس سالب 3، يبقى هنا هتبقى كام؟ 10 أس سالب 3، يبقى انت عندك دي في 10 أس سالب 3، هيكون الناتج سالب 10، سالب 10 يعني الاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده: 3 دوائر كهربية تحتوي كل منها على مقاومة وملف حس، وهي متماثلة ما عدا انها تختلف في قيمة معامل الحس الذاتي منها،
عند رسم العلاقة البيانية في تغيرات في تيار كل منها بالنسبة للزمن كانت كما بالشكل المقابل. فأي من الدوائر الثلاثة يكون ملفه أكبر معامل حس ذاتي. أكبر معامل حس ذاتي يبقى أنت هتبقى فيك ام اف مستحثة كبيرة تخلي نمو التيار ياخد زمن أكبر. يعني أنا هدور على الزمن الأكبر، الزمن الأكبر عندي تي 3، يبقى ال 3 هي اللي هيكون عندها معامل حس ذاتي أكبر، يبقى الاختيار ج. السؤال اللي بعده: الشكل مجاور يبين حلقة معدنية متصلة ببطارية ومصباح موضوع في مجال منتظم، فعندما يزداد المجال بانتظام فإن إضاءة المصباح. هنقول ده إكسات. التيار الأول بيخرج من القطب الموجب ماشي في هذا الاتجاه، فالحلقة لقيت نفسها كمان بتقطع مجال إكسات، والإكسات دي بيحصل لها بتزداد، فقرر إنه ما يخليهاش تزيد، ينقصها بإنه يخلي فيه تيار. التيار دون يكون مجاله العكس نقط، مجاله نقط يبقى تياره هيكون عكس عقارب الساعة. فالمصباح ده لقى نفسه موجود في دايرة فيها تيارين عكس بعض، فأكيد إضاءته هتقل، يبقى تقل، يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده: تمثل العلاقة البيانية الموضحة معدل نمو التيار وشد التيار الكهربي في الدائرة الموضحة لحظة الغلق، ومن العلاقة البيانية يكون ميل الخط. يبقى احنا محتاجين نكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. هو من قانون أم الدول المغلقة الأي بيساوي الفي باتري ناقص الفي العكسية على الار. اضرب طرفين في وسطين، يبقى الاي ار بيساوي الفي باتري ناقص في عكسية. هات الفي عكسية هنا، يبقى في عكسية هتساوي في باتري ناقص اي في ار. فك الفي عكسية هيبقى ال في دلتا اي على دلتا تي بتساوي في باتري ناقص اي في ار. عايزين الدلتا اي على الدلتا تي لوحدها، هنقسم كله على ال، في باتري على ال والاي ار على ال. اشطب على الصادات واشطب على السينات اللي هي الاي، معامل السينات هو الميل، يبقى الميل عبارة عن سالب ار على ال، سالب ار على ال، يبقى الاختيار هيكون ب. السؤال اللي بعده: عند ثبوت باقي العوامل فإن معامل الحس الذاتي هيحصل له أو بيتناسب مع معامل الحس الذاتي بيتناسب طردي مع عدد اللفات، لأن ال بيساوي منال ميو ان تربيع على ال. لما كله يكون ثابت يبقى بين ال والان تربيع علاقة طردية. السؤال اللي بعده: في شكل مقابل ماذا يحدث شدة إضاءة المصباح عند تقريب المغناطيس في الاتجاه الملف. المغناطيس بيقرب تجاه الملف، المصباح ده مضاء بتيار البطارية اللي اتجاهه في الملف لأسفل، وفي نفس الوقت الملف ده هيجيب كمان تيار مستحث. لو التيار المستحث هيجيبه مع نفس اتجاه التيار الأصلي الإضاءة تزيد، ولو العكس التيار يقل. فلما ده يقرب الملف هيقول له ابعد، الملف ده هيقول له ابعد ازاي؟ يكون على القطب القريب قطب مشابه عشان يبعده، فيبقى هنا ان وهنا اس، ان واس يبقى التيار لفوق، التيار اللي فوق يبقى عكس التيار البطارية، يبقى ساعتها إضاءة المصباح هتقل، يبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده: ملف مقاومة الملف 40 أوم، مكون من 100 لفة، نصف القطر 6 ملم ب6 في 10 أس سالب 3، متصل بأميتر مقاومته 160. هنجمع المقاومتين دول. وضع الملف عموديا على مجال مغناطيسي مرات في الدائرة على شحنة كهربية كيو ب 32 مايكرو 32 في 10 أس سالب 6. عايز كثافة الفيض. احنا بنقول من قانون الفرضية الاي ام اف اللي هي اي في ار بيساوي ان في الدلتا فاي اللي هي عبارة عن A في B على الدلتا تي. الاي دي هفكها لكيو على التي، وادي الار وادي الان والاي والبي والدلتا تي. الزمن هيروح مع الزمن وعايزين البي في طرف، يبقى البي هتساوي كيو في ار على الان في الاي. الكيو ب 32 وفي 10 أس سالب 6، والار هجمع المقاومتين اللي هي 160 و40 تبقى 200 عشان الاميتر بتوصل على التوالي على الان عدد اللفات 100 في المساحه باي ار تربيع باي 3 14%، والار 6 في 10 أس سالب 3 كل تربيع، هيطلع 566,000 تسلا، يعني 565 ماشي بالتقريب، يبقى الإجابة د. السؤال اللي بعده: وضع ملفين لولبيين بي وكيو كما موضح في الشكل. يتغير تيار اي في الملف اللولبي بي مع الزمن طبقا للتمثيل البياني. اختر التمثيل البياني الذي يصف كيف ستبدو القوة الدافعة الكهربية في الملف اللولبي. طيب احنا قلنا العلاقة اللي بين الام اف والاي ان الام اف يساوي الام في دلتا اي على دلتا تي. طيب الدلتا اي على دلتا تي اللي هي الميل، واحنا لسه قلنا في اول فيديو ميل الخطوط، ميل الخط اللي هو صانع زاوية حادة مع السينات ميله
هيبقى قيمة ثابتة في الموجب، بس عشان السالب لينز يبقى قيمة ثابتة في السالب. الخط ده بيوزي السينات فميله هيبقى صفر. الخط ده صانع زاوية منفرجة فميله هيبقى قيمة ثابتة في السالب، بس عشان سالب لينز يبقى قيمة ثابتة في الموجب. يبقى احنا عندنا الرسمة بالمنظر ده. هنبدأ بالجزء السالب، بعد ما فيش ام اف، بعدين بالاختيار ده. السؤال اللي بعده: يتولد تيار مستحث اتجاهه مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة ده معناه ان الملف قرر يكون مجاله اكسات. في الحلقة المبينة اذا كانت المجال قرر يخلي مجاله اكسات وهو اصلا في موجود في مجال اكسات، يبقى الاكسات دي كانت بتقل. الاكسات بتقل عشان هي بتبعد عن الناظر. هو الناظر ماله؟ احنا عايزينها تبعد عن المجال مش الناظر. تحركت الحركة نحو برضه ملهاش علاقة. قلت المساحة، أيوة لما تقل المساحة يبقى بيقل المجال اللي جواها اللي هو الإكسات، فتقرر إن تخلي مجالها هي كمان إكسات عشان تزوده، فيكون طيارها مع عقارب الساعة. فالإجابة دي صح. السؤال اللي بعده: في شكل مقابل مقاومة دائرة ملف ابتدائي. دي دائرة الملف الابتدائي مقاومته 10 أوم. 10 أوم. ومقاومة الملف الثانوي 5 أوم. وتم غلق المفتاح ليثبت التيار بعد 1 ثانية، فإن مقدار التيار المتولد في الملف الثانوي. التيار هيتولد أثناء نمو التيار من صفر لحد ما يوصل لقيمته العظمى، وده بفرق التيار من صفر للقيمة العظمى. طيب عايزين نجيب قيمة التيار المتولد في الملف الثانوي. احنا بنقول الاي في الار بيساوي الام في الدلتا اي على الدلتا تي. تمام. طيب الاي عندك محتاجينها، والار طبعا ده في الثانوي. الار في الثانوي 5. ار في الثانوي 5 اوم هيساوي الام ب1/10. والتيار اتغير من كام؟ اول حاجه كان التيار في الحاله الاولى لحظه الغلق بصفر، وبعدين لما وصل التيار للقيمه العظمى هيبقى عباره عن 3/10، يعني 3/10. فبنيجي نطرحهم من بعض يبقى التغير في التيار 3/10. 3/10 تغير في التيار خلال 1 ثانيه، يبقى 3/10 على 1. هيبقى عندك هنا التيار عباره عن التيار بقى المستحث عباره عن 3/100 على 5، هتطلع 6/1000 بالاختيار ده.